ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنسلط الضوء على معسكر ساوة، وما أدراك ما معسكر ساوة، فهو معسكر لا يخفى عليكم ولا يخفى على جميع الشعب الإريتري بأسره وأفراده، فكل يعرف هذا المعسكر من خيره وشره. اليوم سنتحدث عن تفاصيل هذا المعسكر وعن ما جناه من خير وشر للشعب الإريتري، وعن أسباب إقامته أصلا، وعن دمج بين الفتية والفتيات، وكذلك ما يتعلق بامتداده إلى ما لا نهاية، وفيما يتعلق أيضا بعدم إقامة الشعائر الدينية. كل ذلك سنناقشه مع ضيفي هذه الحلقة: الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي. كما أرجو منكم مشاهدي قناة سلام الإريترية أن تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الرقم المتاح في شاشة التلفزيون التي أمامكم، على الرقم 00447947831417. أسأل الله تعالى أن تكون حلقة ماتعة ممتعة، وأن تكون فائدة وأن تكون مفيدة لنا جميعا. وإلى برنامجنا مع الدكتور حسن سلمان. ورحب بكم دكتور حسن سلمان، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، كما أشكركم على قبول الدعوة للحديث عن هذا الموضوع. معسكر ساوة، ألم وأمل، ألم وأمل. أقول أمل لأنه يدرب الشباب الإريتري ويقوي الشعب الإريتري ويكون سببا في حماية الوطن. وألم أصبح هذا الشعب، هذا المعسكر ينتهك أعراض المسلمين وغير المسلمين، وسببا في هروب كثير من الشباب من الوطن، وأصبح أيضا كالسجن للشاب ليس له نهاية. وأمور كثيرة نناقشها معكم. بداية هذا المعسكر ونشأته دكتور حسن، ثم ندخل في تفاصيله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا جزاك الله خير على هذه المقدمة، وأنا أؤمن عليها. أتفق معك في أن
الشعب الإريتري طوال فترة يعني يمكن من الاحتلال الإيطالي والبريطاني والأثيوبي وهو في حالة نضال مستمر، وما بخل يوم من الأيام على الوطن وعلى إنسان هذا الوطن بأن يقدم ويبذل. فشعبنا من أكثر الشعوب التي حتى يقال عنها من الشعوب التي علمت الكثيرين ماذا تعني الثورة خاصة في أفريقيا. وشعب رغم محدودية يعني إمكاناته البشرية أو التعداد البشري ومحدودية الأرض، إلا أنه استطاع في سنوات الثورة أن يصمد أمام أعتى جيش في أفريقيا وهو الجيش الأثيوبي، الإمبراطورية الأثيوبية، وأن يقيم على الأقل دولته بعد نضال 30 سنة. وهذا النضال كان فيه تضحيات كبيرة جدا من كل أطياف شعبنا الإريتري. من هذه الزاوية حقيقة أنا أحيي هذا الشعب المبارك، هذا الشعب المعطاء الذي وصل بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه إلى أنه استطاع أن يجعل فعلا اسمه بين الأمم، واستطاع أن يحقق تطلعات الآباء والأجداد الذين كانوا يرفعون شعار الحرية والاستقلال. فاستطاع على الأقل شعبنا بعد نضالات طويلة جدا أن يحقق الاستقلال، وتسمى هنالك دولة اسمها إريتريا. وبالتالي ما ذكرته من أنه والله فعلا قضية التدريب والإعداد والجاهزية والشعور بأن هنالك فعلا مخاطر وهنالك تهديدات أمنية، هذا كله يجعلنا فعلا ننظر إلى وجود معسكر للتدريب في هذا البلد بأنها فعلا من ناحية تعبر عن نوع من الأمل وعن نوع من الحماية ونوع من التفكير الاستراتيجي في أنه ليس هنالك مشكلة. يعني دعنا نقول بأن والله فكرة أن يكون هنالك معسكر للتدريب يتدرب فيه الشباب الإريتري، يتعلمون فيه فنون القتال، من أجل أن والله كل المواطنين يكون عندهم الجاهزية إذا حصل أي عدوان خارجي، ونحن نعرف بأنها دولة صغيرة في محيط ربما من الدول الكبيرة. فلا أرى عموما في هذا الجانب كما تفضلت هي تعبر عن ظاهرة إيجابية في أن والله ليس هنالك. طيب أين تكمن الإشكال؟ تكمن في أن والله لما يخرج الأمر عن مساره فيتحول كما تفضلت من أمل إلى ألم. هذه الإشكالية، يعني حتى يكون المشاهد متابع معنا، ليس الاعتراض في أصل الفكرة ولكن الاعتراض في ما آلت إليه الفكرة. كيف نشأت الفكرة؟ حقيقة بعد نضال 30 سنة وأخذ إريتريا لاستقلالها في 93 يعني استقلال الرسمي، خروج الجيش الأثيوبي في 91، في مباشرة بعدها سنة 94 بدأ التفكير في معسكر ساو. حينها لو سألنا كان هل والله في أي مهددات تهدد الوطن الإريتري، هل كان في أي خوف، هل تلاحظ بأن تلك الفترة إلى حد كبير كانت هي في قمة العلاقات الإيجابية مع الجميع، يعني علاقات مع دول الجوار تحديدا. وكان الناس ينظرون إلى الدولة الإريترية بأنها دولة ناشئة محتاجة إلى تعاونها مع الجميع. ويبدو حينها لو نظرنا إليها سياسيا هي كانت بحاجة إلى أن ترسل رسائل إيجابية لجيرانها أكثر مما ترسل رسائل سلبية. مع ذلك على كل فكرت الدولة في ذلك الوقت بأن تقيم هذا المعسكر، ودخلت الدفعات من 94 وهي مستمرة إلى يومنا هذا. في البداية أظهروا الأهداف بأن والله الأهداف ذات طابع تعميري، مسألة البناء، مسألة التعمير، مسألة المخاطر الأمنية، مسألة أن والله الشباب يجب أن يهيأ. لكن بعد فترة التحقت بها مسألة، وهي مسألة ربط التعليم بهذا المعسكر. فتحول الغرض من غرض عسكري إلى غرض آخر الآن، وهو ربط إن والله تجيش كل الناس في هذا المعسكر، من رغب بالالتحاق في الجانب العسكري ومن لم يرغب. ما الهدف؟ لماذا الطالب لا يكمل دراسته في المدينة ثم يلتحق؟ هي هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة طبعا. لماذا يكون يتعلم في ساوة؟ ما الهدف؟ هم طبعا يخشون من أنه إذا امتلك الشهادة ووصل المرحلة لا تصرف له الشهادة. نعم هذا صح. الآن كل الدول تتعامل بأنه والله يمتحن الشاب إلى السنة 12، ثم بعد ذلك تكون عملية التشدد في أنه والله يمتلك شهادة. نعم لا هم الآن لكن اذهب إلى ساوة. هم يريدوا أن يربطوا أنه والله حرمان هذا الطالب من مسألة الشهادة الثانوية حتى دخول الصف 12 إلا من خلال بوابة العمل العسكري. لماذا النظام أو الدولة أو الحكومة في إريتريا تصر على أن الطالب يتعلم في منطقة ساوة ويكلفها من بناء المدارس والتعليم والطعام والشراب والعناية بهذا الطالب؟ حتى ما الهدف؟
هو لو نظرنا إلى الهدف الأساسي بالنسبة للدولة ليس الهدف العسكري. الهدف العسكري قد يكون بوسائل أخرى، لكن هدف النظام بصورة واضحة كما عبر عن ذلك جملة من القيادات التي كانت جزء من النظام وخرجت بعد ذلك عن النظام. الهدف الأساسي هو محاولة إعادة هيكلة الهوية الإريترية، هيكلة الثقافة الإريترية، هيكلة اللغة في الشعب الإريتري، بحيث والله التعدد اللي كان موجود، تعدد ديني، تعدد ثقافي، تعدد لغوي، هذا النوع الفسيفساء المختلفة اللي فعلا يعبر عن الخارطة الإريترية كما هي. النظام أراد أن والله وفق رؤيته هو وما يراه لطبيعة الهوية الإريترية وما ينبغي أن تتشكل عليه، أراد أن يجعل هذا المعسكر والجيل الصاعد، الجيل اللي هو الشباب الناشئ، يجعله يرسم بشكل إيه؟ بشكل يراها النظام، ولا يتيح فرصة لأي شكل من أشكال التعدد. هذه المشكلة الأساسية اللي يقصدها النظام من هذا الجانب. وبالتالي ما سنراه إن شاء الله من كثير من الممارسات الخاطئة وإجبار الناس على أنماط معينة، ستلاحظ أنه يصف في هذه الجزئية، سيصف في جزئية والله إخراج الناس من أديانهم، من عاداتهم، من تقاليدهم، من أعرافهم، ثم تشكيل وضعية معينة هي نقل على كل تجربة الجبهة الشعبية اللي كانت في الساحل لما كانت الثورة إلى الآن في ظل الدولة، بحيث والله نفس العقلية تتشكل هنا، ويظل الواقع في ظل الدولة أيضا امتداد لتجربة الجبهة الشعبية. يعني النظام هو ممتد عبر أفكار الجبهة الشعبية، جبهة التحرير قديما، الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية أفكار الجبهة الشعبية إلى الآن، وهي التي يصوغ بها الآن فعلا الواقع. وبالتالي هنا كانت الإشكالية أنا في تقديري أن والله هذا المعسكر عمليا. طيب دكتور حسن، نعم. في هذه الجزئية، جزئية توجيه الشباب والفتية والفتيات وتغذية يعني عقولهم بأفكار النظام الذي يريده، هل نجح في هذا؟ هل حقق النجاح في هذا الأمر؟ هو على كل من خلال تقييمنا يعني هل تقبل الشباب شباب إريتريا عامة مسلميهم ومسيحيهم هذه الأفكار وهذه التوجهات وأصبح يعني يدعو إليها، أم هو فعلا يعني رفضها وأصبح يفر منها، ولولا أنه مجبر لما أدى واجب العسكرية؟ للأسف الشديد يعني أنا أعتقد أنه بنسبة كبيرة جدا استطاع أن ينجح في التأثير على الشباب، وخصوصا في السياق التاريخية، في السياق اللغوية، في السياق الدينية، والنظرة للأديان، النظرة للأعراف. جزء كبير من الشباب نلاحظ بأنه تأثر. يعني الآن مثلا الذين يهربون من النظام وتحاورهم هو طالع من النظام وهارب من النظام وخايف من النظام ويشكو لك من انتهاكات الحقوق في نفس هذا المعسكر، ولكن تجده الأفكار التي يحملها والتأثيرات الكبيرة التي حصلت عليه، لأنه هو مسكين جاء من قريته ومن مدينته وتلقى أمامه كادر من الكوادر يسرد له البرنامج السياسي للجبهة الشعبية، يسرد له موضوع قراءة الجبهة الشعبية للمشهد الأريتري، ما يسمى بموضوع البرنامج السياسي اللي كان في فترة الثورة نفسه هو الذي يتم به عملية التسقيف. لكن لا أعتقد أن هذه يعني صفة دائمة دكتور حسن، لأنه نحن وجدنا من الذين كانوا في الميدان وقاتلوا مع النظام سنوات طويلة لما رجعوا إلى المدن دخلوا المساجد وتوجهوا إلى ربهم وصلوا وعادوا إلى بيوتهم، فكانت العاطفة الدينية موجودة في قلوبهم رغم تواجدهم سنوات طويلة مع النظام. فهل نعمم يا دكتور حسن؟ لا، أنا قلت بنسبة كبيرة. يعني الذين تتكلم عنهم ستجد أن معظمهم كانوا هم طلاب معاهد شرعية أو مدارس إسلامية. هؤلاء إلى حد كبير فعلا بالعكس دخول معسكر ساوة زادهم قناعة بما هم عليه، وربما زادهم أيضا شراسة في أنه والله كيف يحرمون من الصلاة ويحرمون من الصيام ويحرمون من شعائر الدين. سنأتي على هذه النقطة بالعكس يعني. فأنا أعتقد أن جزء من الشباب هؤلاء بالذات الذين كانوا درسوا دراسات إسلامية ويعني تأثروا بالحالة الدينية لما خرجوا أنا أعتقد أكثر قناعة فيما هم عليه. بالعكس بعضهم ربما شعر بذنب وعقد الذنب في أنه والله حرم من كثير من الخير عندما كان في هذا المعسكر، وبالتالي لما خرج عاد إلى حياته الطبيعية. لكن بعض الشباب ما هم درسوا دراسات إسلامية ولا درسوا معاهد شرعية، إنما هم عبارة عن شباب عادي ودخل إلى هذا المعسكر، فمن حيث الصياغة ومن حيث التأثير سيكونوا متأثرين بطبيعة الحال في هذا الجانب. جميل. طيب
قلت دكتور حسن بأن نشأة معسكر ساوا كان في سنة 94. نعم. ولا يزال مستمر حتى اليوم، وكان من أهداف نشأته هو توجيه الشباب وتدريبهم، وكذلك غسل أدمغتهم بما يراه النظام. فيما يتعلق إجبار القضية، هذه قضية مهمة، إجبار الفتيات على التجنيد مثلها مثل الشاب تماما دون التفريق، في حين أن الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، قد فرق ربنا سبحانه وتعالى بين الجنسين في الخلقة وفي الأداء وما إلى ذلك. أريد أن أطرح هذا الموضوع. طبعا شعبنا الإريتري المسلم وغير المسلم متأذي من هذه القضية، لكن دعنا نناقشها. هل هناك ثمة فائدة في تجنيد الفتيات؟ جميل. من هذه الزاوية، والزاوية الأخرى سنناقشها أيضا من الناحية الشرعية والفتوى التي صدرت في جواز خروج الفتيات للدفاع عن وطنهن أو التدريب الإجباري. نعم. أولا دعنا نأخذ الحدث في سياق نظرة النظام له. نظرة النظام له هو لا يفرق أيضا بين الذكور والإناث، وليست له المرجعية الدينية أصلا أساس، ولا الأعراف أيضا المجتمعية أساس. هو أصلا يحاول أن يقفز على هذا الواقع. ولو أردنا أن نصنف حتى حالة العلمانية الموجودة في بلادنا، هي حالة العلمانية المتطرفة المصادمة للدين وليست المتصالحة مع الدين. هذه إشكالية كبيرة جدا أنا في تقديري. لو أن النظام أصلا يستصحب معه الحالة الدينية، يستصحب معه رؤية المجتمع، يستصحب معه التحفظات التي يمكن أن يبديها المجتمع. بالضبط، قضية رؤية المجتمع يا دكتور حسن. نعم. لماذا النظام لا يستصحب رؤية المجتمع؟ هل المجتمع يقبل هذا؟ هل المجتمع هو الذي يرسل الفتيات وهو الذي يطالب بهذا؟ بالعكس، المجتمع متحفظ، بدليل أن والله كثير من أفراد المجتمع بشكل عام يحرمون بناتهم مثلا من الذهاب إلى معسكر ساوا وقطع عملية التعليم. يعني هذه واحدة من الإشكالات التعليمية الحاصلة الآن، إنه والله المستوى التعليمي بعض الفتيات مثلا لما يعرفون من معسكر ساوا والإشكالات عموما التي في هذا المعسكر، بعضهم لا يواصل أصلا عملية التعليمية. ومن يواصل منهم إجبارا إنه والله خلاص هو مجبر، يفكر بعد ذلك كيف يتخلص من هذا المعسكر ليهرب. فتلقى بعد كده والله في عمليات التهريب، في عمليات قطع العملية الدراسية، الرسوب في المراحل ما دون المرحلة الثانية عشر، هذه تزويج الفتيات، كل هذه ممارسات تحصل يعني. فالشعب إلى الآن مسيحية ونصرانية متأثرة جدا، ليس متقبل. الشعب ليس متقبل هذا الوضع. سنأتي إن شاء الله قضية البدائل، يعني هل فعلا هذا هو الخيار الوحيد أم هنالك يمكن أن تكون في خيارات أخرى غير هذا الخيار؟ يعني دعنا دكتور حسن نسرد يعني ما تضررت به الفتاة من هذا الأمر. أولا تجبر على التجنيد والجمع بين الشباب، وقد يكلفها هذا نعم. إضاعة شرفها. صحيح. ثانيا تحرم من التعليم، إذا رفضت فإنها تحرم من التعليم ولا تستلم شهادتها. صحيح. ثالثا قد تضطر إلى الهجرة. نعم. إلى الهجرة. تغادر البلد. رابعا قد تضطر أن تتزوج وهي غير راغبة. أيوه، وقبل الوقت المناسب. أيوه، وغير الوقت وبمن لا تريد أصلا، وبمن لا تريد. نعم. وقد تضطر أن تتزوج زواج سوري. نعم. فيجبرها الذي تزوجها سوريا. أيضا سنتحدث عن المسألة. نعم. هل يجوز له أن يدخل بها ويبني بها؟ يعني من الأسباب التي وقع فيها الشعب الإريتري أنه يضطر يزوج ابنته زواجا سوريا. نعم. هذا العريس الذي تزوج أصلا زواج سوري، لا دفع مهر، لا أسس بيت، لا شيء، يريد أن يبني بها ويريد أن يستمتع بها بحكم القانون أو بحكم الصك الشريعة. نعم. فهل يجوز له ذلك؟ حتى هذه القضية. إذن هذه 5 أمور وقعت فيها الفتاة الإريترية. نعم. بنوعه. نعم. المسلمة والمسيحية. صحيح. تمام؟ نعم. إيه. طيب نناقش هذا الموضوع يا شيخ يا دكتور حسن. نعم. من أجل أن يعني نرى أبعاده ونوجد له الحلول المناسبة. هل له حل مناسب؟ على كل، أول ما نتفق معك في موضوع الانتهاكات هذه كلها حاصلة على الفتاة، أضف إليها بعد ذلك بأن والله التعامل معها داخل المعسكرات وكأنها هي والرجل سواء. يعني هذه واحدة من الإشكالات. النقطة الثانية ما تتعرض له كذلك من الرتب العسكرية الموجودة بالذات في داخل المعسكر من كثير من القصص المؤلمة جدا. يعني كثير من الفتيات يجبرهن قادة المعسكر على أن يكونوا مثلا خدما،
ثم ما بعد الخدمة عندما تقترب من المسؤول وتكون حول المسؤول تبدأ هنالك جرائم أخرى. فعلى كل هذا الجانب أنا في تقديري انتهاكات هائلة ومريرة جدا تمر بها أنا في تقدير الفتاة الإريترية. والخطورة الأبعد من ذلك لو أنها تكلمت أو حاولت أن تدافع عن نفسها أو تخبر بأن والله هذا الموضوع، فإن ما يعرف بالعقوبات العسكرية وفلسفة التعذيب العسكري تحت حجة أن والله هي مخالفة، هي كذا، هي لم تلتزم بالأوامر العسكرية، فتبدأ حالة من التعذيب الممنهج لمن يحاول أن لا يستجيب لمثل هذه الانتهاكات. وبالتالي أنا في تقديري هذه الظاهرة حتى صنفت الآن عند كثير من المنظمات الأممية، صنفت بأن ما يجري في معسكر ساوة أكثر من تقرير أممي حاولت أن أقف عليه، معظمه يصف ما يجري في معسكر ساوة بأنه يصنف ضمن ما يسمى بجرائم ضد الإنسانية. يعني جرائم ضد الإنسانية هذه يعني تتعلق بالوضع الدولي أكثر من تعلقها بالدولة، بمعنى هذه مسألة تمس لماذا؟ لأنه والله بعض الفتيات وهذه طبعا أيضا موثقة في عدد من التقارير يحصل فيها ما يعرف الآن بالتغير النفسي، يحصل فيها تغيرات نتيجة الضغط والإشكالات التي تمر بها الفتاة يعني التعامل معها وكأنها والله مثل الأبناء، يعني تحت فلسفة إن والله الأولاد والبنات كلهم ينظر إليهم بشيء واحد. وهذا طبعا تتناقض أصلا مع الفطرة الإنسانية وتتناقض بل مع الشرائع والأديان التي يؤمن بها الشعب الإريتري. فبالتالي على كل هذه المسائل فعلا تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى أن الشعب نفسه لا بد من أن يلتفت إلى هذا الجانب، بدلا من أن والله الناس تلجأ إلى هذا النوع من الالتفافات. يجب أن تكون الصورة واضحة المجتمع في أنه والله في تجمعاته في نخبه يجب مناقشة على كل هذا الموضوع والضغط على النظام في تغيير السلوك. رؤية الشريعة الإسلامية في مشاركة المرأة في المعسكرات وكذلك في الحروب. بعد الفاصل سنناقش هذه المسألة شرعيا. مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم. ما زلنا نناقش قضايا إريتريا وقضية معسكر ساوة، ألم وأمل. دكتور حسن، فيما يتعلق بتجنيد الفتاة المسلمة، حكمه شرعا، ما هو حكمه شرعا؟ وما موقف العلماء منه في الداخل والخارج؟ وما هو ردكم في الفتوى التي تجيز أو أجازت الفتاة المسلمة أن تخرج من بيتها في معسكر ساوة وتكون مع الفتاة جنبا إلى جنب؟ دعنا أولا نقول بأن موضوع العمل العسكري بشكل عام، سواء كان عملا وطنيا عملا جهاديا، الإسلام لا يوجب على المرأة أي نوع من أنواع القتال. جميل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن موضوع الجهاد قال: جهادكن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. ولكن وجدنا أيضا في التاريخ ضمن نطاق معين، مثلا المرأة كانت تشارك، تذهب مع زوجها، تذهب مع محرمها، يذهبن ضمن نطاق الأمان، يكون متواجدات لكن دون وجوب، دون أن يكون هنالك أي شكل من أشكال الإيجاب. النقطة الثانية، قلنا إنه والله لا يجب، لكن أفرض أنه الآن والله في إطار الخدمة الوطنية الآن التي تفرضها الحكومات تريد أنه والله تكون هنالك خدمة وطنية على الشاب كما أن هناك خدمة وطنية على الشاب. يفترض أن يراعى في هذا الأمر ما يتناسب مع الجنسين، فيمكن مثلا المؤسسات ذات الطابع المدني يذهبن فيها الفتيات، والمؤسسات ذات الطابع العسكري القتالي الذي فيه غياب عن الأهل وغياب عن المحارم وعدم أمان بالنسبة للمرأة يذهب فيه الرجال.
يعني يمكن أن يكون هذا واحد من البدائل التي فمثلا الآن أنت بدل تحجز مثلا كثير من الشباب، مثلا تحجزهم في الشرطة أو تحجزهم في الخدمات الطبية أو تحجزهم في الخدمات المدنية في المؤسسات داخل الدولة، خلي الرجال يذهبون إلى ساحات القتال، واترك الفتيات واترك المرأة تعمل في الساحات الآمنة التي لا تكون فيها مهددة، وفي نفس الوقت تستطيع مثلا أن تذهب إلى بيتها أو تذهب إلى أهلها وهي آمنة بعيدا عن أي شكل من أشكال المخاطر. فقضية البدائل حتى للخدمة الوطنية متاحة، يعني ليس بلازم أنه والله المرأة لابد أن تكون أن تكون مثلا، افرض انه خلاص انت مشيت في اتجاه انه والله تريد ان تدربها التدريب العسكري الذي يمكن ايضا ان تحمي به مثلا نفسها. هذا ايضا يجب ان يخضع لشروط وضوابط شرعيه، بحيث اول من يقوم بهذا التدريب ان تكون امراه، وايضا ان تكون في حاله امان، وان لا تكون في وضعيه تتعرض فيه المراه لما يخدش حياءها او يخدش كرامتها، وفي نفس الوقت الا تكون هنالك خلوات ما بين النساء وما بين الرجال. فعلى كل ما أريد أن أقوله في حالة ذهاب الدولة إلى أي شكل من أشكال إلزام المرأة بوضع عسكري، يجب أن تراعي فيه أديان المجتمع وشريعة المجتمع وأعراف المجتمع. محاولة القفز على هذا الموضوع سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن والله الناس انتمائها لهذا الوطن بطبيعة الحال سيكون فيه إشكال، لأن يقال حالة الولاء الوطني هي ليست حالة إنه والله تنزل يعني تصعد فقط إنه من المواطنين إلى الدولة وليس هنالك ما تعمله الدولة لكي تكسب ولاء المواطن، هي حالة صعود ونزول، بمعنى الدولة تقوم بأشياء يجب أن تجذب المجتمع إلى شعور الناس بالانتماء إليها، والشعب أيضا يقوم بما يلزم تجاه هذا الوطن. ما هي نصيحتكم للفتاة المسلمة التي تفضل إكمال تعليمها في معسكر ساوة عن بقائها في البيت وحفاظ على شرفها وعلى أمنها واستقرارها؟ على كل، إذا كان الآن العلماء كثير منهم يختلفون حتى في الأوضاع العادية في الجامعات السلمية العادية، دعك من أن يكون هنالك معسكر ويكون هنالك خلوات ويكون هنالك ابتعاد عن البيت واختلاط بالرجال ورميها لحجابها وتركها لصلواتها، هذه كلها على كل لا أتصور أنه والله يمكن أن نجد لها مستندا شرعيا. فالمرأة إذا خلاص والله ليس أمامها إلا أن تذهب إلى معسكر ساوة، فالأفضل لها أن تلزم بيتها وأن تحتفظ بدينها وأن أن تتزوج بأي شكل من الأشكال. لكن الذهاب إلى هذا النوع من المعسكرات في نهاية المطاف سيكون خطر على دينها وخطر على عرضها وخطر على سمعتها. جميل. طيب دعنا دكتور حسن نناقش موضوع الصلاة. معسكر ساوة هل يأذن بإقامة الصلاة أو لا؟ نعم، بس قبل ما أذهب إلى موضوع الصلاة، هنا موضوع الفتوى التي صدرت. نحن أول نعرف الفتاوى في مثل هذه البلدان كيف تصدر، يعني أنت أمام فتاوى من مؤسسات دينية تابعة لوزارة الداخلية، يعني السلطة التي تخضع لها هي ليست سلطة مستقلة بحيث والله يكون نظر المفتي ونظر أهل الفتوى وأهل الشرع هو فقط ما تمليه عليهم ضمائرهم. هذه إشكالية كبيرة على كل في ظل الأنظمة المستبدة وغياب الحريات فيها. يطلب من المفتي أحيانا أو ممن يقوم بهذا الدور إنه والله نريد منك كذا، فهو يجد متسع أمامه إنه والله الإطار العام. لكن هذا أنا في تقديري أضر بشكل كبير جدا على المسلمين في داخل إريتريا. يعني أضر بنا مثلا في موضوع العطلة الرسمية في البلد، سئلت إدارة الفتوى إنه ما رأيكم، هل تحتاجوا إجازة ولا ما تحتاجوا؟ قال نحن بس نحتاج ساعة ولا ساعتين، ما نحتاج إجازة. لم ينظروا إلى البعد العميق في قضية إنه والله الدولة عندما تؤجز يوم الجمعة أو تؤجز يوم الأحد ودلالات هذا الوضع، فصارت الدولة تترك موضوع العطلة يوم الجمعة وكأنه والله الكتلة المسلمة الموجودة في هذا البلد لا اعتبار لها. فهذه على كل واحدة من الإشكال. أيضا الفتوى التي صدرت بشأن هنا الكلام هنا فيه انتهاك الأعراض. نعم، فتوى تدعو إلى انتهاك الأعراض، فهذا أنا أعتبرها على كل فتوى غير موفقة، ولا أحسب أنها خضعت أصلا لنقاش علمي مستصحب كل التوابع التي يعني هل فعلا دار الإفتاء يعني وقعت في الاضطرار لدرجة أنهم يبيحون للمرأة أن تخرج لمعسكر ساوة فأفتوا بذلك باعتبار أنهم مضطرين؟ والله هم على كل هذا الذي يظن بهم، هذا الذي يظن بهم إلى هذه الدرجة. يعني هو يعني في نهاية المطاف لماذا لم نرى مقاومة من دار الإفتاء؟ لم نرى منهم مثلا التجاوب مع الحكومة والمناقشة وأخذ والعطاء، ثم بعد ذلك لو حصل مثلا ضغوطات
نسمع مثلا فلان تم اعتقاله، فلان تم سجنه، فلان تم الضغط عليه، بعد ذلك صدرت الفتوى الناس ستعرف هنا. لكن مباشرة إبداء فتوى بهذه الأمور. على كل إن هذا طبعا سيسوقنا إلى جانب آخر، وهو طبيعة المؤسسة الدينية في إريتريا وكيف يتم انتخابها واختيارها ودور السلطة نفسها في هذا الاتجاه. فعندما تكون السلطة أو الإدارة بتاعة الإفتاء خاضعة لحركة المجتمع والمجموعة العلمية هي من تختار المقدم لها في الفتوى، سواء كان مسلمين أو غير مسلمين. للأسف لا نتكلم عن الأشخاص شيخ حسن، نحن نتكلم عن هذه الفتوى لماذا صدرت بهذا. يعني أنا كنت أتمنى حقيقة المفترض نأتي بها نصيا ونقرأها كما كانت. على كل حال هي فتوى منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. هي دعنا نقول فتوى لم تستصحب على الأقل المعطيات التي تحيط بهذه الفتوى. يعني كأنما الشخص لا يرى أن يعني مثلا لا يرى طبيعة حج موسى رحمة الله عليه، حينما طلب منه بأن ببعض الأمور منها خلع حجاب الطالبات وإيقاف إلزام التعليم في يوم الجمعة وإيقاف تعليم القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وقف جزاه الله خيرا ورحمه الله أمام هذا الأمر وقال لا يمكن أن يحدث. فحصل أنه تم سجنه وتم اعتقاله وتوفي رحمة الله عليه في داخل السجن، ويحسبه شهيدا بإذن الله. ورفض المجتمع أيضا هذه الأمور، وحصل ما حصل كما شاهدنا وتابعنا وسائل التواصل الاجتماعي من المظاهرات والرفض التام لهذا الموضوع. كانت هذه حقيقة يعني مبشرة بأن الشعب يرفض تماما. طيب أليس كان أيضا أن يكون عندنا شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بقضية شرفنا وعرضنا؟ صحيح. نعم. على كل لو كان سبحان الله أنا أتصور لو أنه كان إبراهيم المختار هو القائم على شأن الفتوى في إريتريا لما رأينا حقيقة هذا الوضع. رجل طبعا بطل ورجل شجاع وما كان يخاف أصلا في الله لومة لائم. حتى الإمبراطور هيلي سلاس ما كان أصلا يعطيه أي نوع من الهيبة، بالعكس هو كان ينظر إلى أنه يمثل المسلمين ويجب أن يكون عزيزا ويجب أن يكون قويا. فعلى كل أنا أقول الفتوى حتى في حالة الاضطرار ليتها حتى تكون على الأقل أمانة للأجيال، ليتها كانت مصحوبة بالشروط لتترك بعد ذلك الأمر. على الأقل تقول نحن ما قلنا إن والله يختلطوا، ولا قلنا أن الفتاة تجبر على نزع الحجاب، ولا قلنا الفتاة تكون مع الفتيات. يعني لو أن الفتوى قيل بأن والله يجوز للفتاة المسلمة أن تتدرب وأن تستعد وأن كذا لكن بشروط كذا. طيب واجب العلماء اليوم في داخل إريتريا على كل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات على كل موضوع البيان إن الذين يكتمون هذا من أعظم الواجبات أنا في تقديري في إريتريا الآن هو واجب البيان. إذا استطاع من هو في الداخل أن يبين كما أن أهل الخارج، وإن كان نحن في ارتياح يعني الآن ليس حالنا كحاله صحيح. لكن نحن نتكلم زي ما يقولوا تحت المكيفات يعني. صحيح. لكن بالنسبة لهم هم فعلا يمرون في أوضاع صعبة. صحيح. ولكن دعنا نقول بأن هذه الأوضاع بقدر الشدة وبقدر الألم وبقدر المعاناة تكون الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصور الآن موسى، من المسلمين الآن لا يترحم عليه الشيخ موسى عليه رحمة الله، بل بالعكس هو الآن في نظر كثير من الناس أنه إن شاء الله من ضمن سيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام الجائر فأمره ونهى فقتله. وأعظم كلمة يعني كلمة عند سلطان أعظم جهاد كلمة عند سلطان جائر. فإن والله لا يعني إدارة الفتوى والمؤسسات العلمية إن لم تقل قول الحق فلا تقول الباطل. أحسنت. ما استطعت أن تقول الحق، لكن يجب أن لا يمهر في الإفتاء ورقة تؤكد على أمر باطل، لأن هذا في نهاية المطاف سيجر تاريخيا. ستقرأ هذه القضايا كلها وينظر إليها الأجيال. يعني اليوم نحن مثلا عندما ندرس تاريخ إبراهيم المختار ونشوف وثائقه ونشوف مواقفه مع البريطانيين الكل يفتخر ويعتبر والله هذا لم يكن مفتيا بقدر ما كان مفتيا، أشبه ما يكون حالة إبراهيم المختار أشبه ما تكون بحالة العز بن عبد السلام في زمانه لقوته وصلابته. فنحن على كل يعني
حتى نصل إلى هذا المستوى يفترض أيضا المسلمين يكونوا حريصين، كما أن الكنيسة ترفض التدخل في تعيين القسيس الذي يمثلها، يفترض المسلمين أيضا يكونوا حريصين على المفتي الذي يمثلهم. كلما نبع المفتي من داخل المجموعة المسلمة، من داخل المسلمين وعلمائهم والقائمين على أمرهم، كلما كان أكثر تعبيرا لمصالحهم وأكثر تعبيرا لدينهم، بخلاف الشخص اللي والله تفرض عليك السلطة ويعتبر موظف للسلطة يتلقى راتبه من السلطة، بطبيعة الحال سيخضع طيب عليه. الخلاصة نوصي علماءنا في داخل إريتريا أن يقولوا كلمة الحق، كلمة الحق إن استطاعوا، نعم. فإن لم يستطيعوا فلا يقولوا كلمة الباطل، فلا نعم. يقولون كلمة. هذه مريحة على كل قاعدة مريحة. من لم يستطع قول الحق فله الرخصة في أن لا يقول باطل، يعني طيب نأتي شيخ حسن على بعض الانتهاكات الشرعية التي تحصل في داخل معسكر ساوة فيما يتعلق، نريد أن نتأكد منها من خلال معرفتكم ومن خلال متابعتكم الموضوع، حكم الصلاة وأيضا الأكل من الطعام الذي يذبح أو من الذبائح التي تذبح بمسمى النصر للجماهير. هاتان مسألتان مهمتان جدا في داخل معسكر ساوة. نسمع كثير من الذين أتوا من ساوة وهربوا بأن الصلاة ممنوعة جدا في داخل معسكر ساوة، يقولون ولا نصلي أبدا إلا في نهاية الأوقات وحين نوم الجميع فنصلي على فراشنا أو نصلي مختبئين أو شيء من هذا القبيل. ما هو قولكم حول هذا القبيل؟ على كل هو كما يقول يعني مارتن لوثر، يقول هذا الأمريكي الذي كان ينادي بالمساواة في ظل الحالة الأمريكية، كان يقول لا أحد يركب على ظهرك إن لم تكن منحنيا. أولا ليس هنالك قانون صادر من الجيش أو صادر من الحكومة يمنع الصلاة حتى تكون يعني ما في شيء اسمه صلاة قانونا ممنوعا. لكن ما الذي يحدث؟ هؤلاء تحت التربية والتثقيف السياسي وبرنامج الجبهة الشعبية كحزب سياسي يجعلون من يقومون على برنامج المعسكر في النهاية يجب أن يؤول إلى أن من دخل وهو يصلي يجب أن يخرج ولا يصلي. أعوذ بالله. ماذا يفعلون؟ يجعلون مثلا البرامج مكثفة بشكل لا تسمح لك أصلا أنت بأنه والله الأوقات اللي فيها صلوات يمكن أن تجد فيها مجال للصلاة. هذه واحد. النقطة الثانية يمنعون الصلاة الجماعية بحجة أنه والله نحن لا نريد أن تظهر الحالة حالة طائفية. لاحظت؟ وهنا حتى أيضا نحن نلفت إلى أنه والله الاعتداء الديني بالذات والتجاوزات الدينية هنا ليست على المسلمين فقط. يعني المسلمين صحيح يحرمون مثلا من الصيام، يحرمون من الصلاة، يمنعون من الصلاة الجماعية، يمنعون من صلاة الجمعة، يمنعون من الصلوات الخمس. وكما تفضلت الناس تتحايل، يعني على الأقل الشباب اللي حريص أنه ما يضيع صلاته يتحايل في أنه إما أن جمع بين الصلوات أو حاول أن يتحين فرصة من الفرص، يتوضأ مثلا قبل المشوار، ثم لما يخرج الناس إلى المسيرة هو يحاول أن يجد له فرصة ليصلي. كثير من الحكاوي حقيقة يحكوها الشباب في سبيل أنه والله لا تضيع عليه صلاة من الصلوات، وهذا عندي أهون بكثير مما يتركها. يعني هذا الذي يجمعها أفضل من الذي يتركها. على الأقل هذا ما كلف نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قام بما يستطيع. لكن الذي يتركها تماما وينشرح صدره لهذا الموضوع، طبعا هذه مسألة خطيرة جدا. يعني لماذا النظام يمنع الصلاة؟ ما الذي يستفيده؟ لماذا لا يترك الناس في دينهم وحرياتهم الدينية؟ لماذا؟ هو أصلا النظام لا يقوم على الحرية، هذه الإشكالية. هو نظام لا يقوم على الحرية، هو نظام يقوم على تشكيلك. يعني هو يريد يشكل عقيدتك، يشكل قيمك، يشكل حتى لدرجة ممكن يشكل أذواقك، الذوق الذي أنا مسلم أريد أن أصلي وأريد أن أكون جنديا مخلصا لوطني، أحمل السلاح وأدافع عن وطني. نعم. وأنا أصلي. ما الذي هذه الإشكالية. لماذا تمنعني من الصلاة؟ لماذا تكون حائل بيني وبين ربي؟ هو الإشكالية لو أنه والله تقبل المجتمع على ما هو عليه لكان جيد، ما في مشكلة. كما تفضلت أنا أتقبل المسلم كما هو، أتقبل الوثني كما هو، أتقبل النصراني كما هو، وأحاول أراعي لكل شخص وضعيته ولا أحاول أن أكرهه إكراها. ولكن ما يجري في ساوة تحديدا هو مفهوم الفتنة في القرآن الكريم. مفهوم الفتنة في القرآن الكريم وهو مفهوم الإكراه. يعني سبحان الله مفهوم الإكراه من أوسع المفاهيم التي فعلا تدخل في مفهوم الفتنة. يعني فتنة الإنسان في دينه، في أن تفتنه الله يصلي، الله يصوم، الله يؤدي شعائره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله مفهوم الفتنة هذا عبر عنه حتى في النصارى واليهود. يعني مفهوم الإكراه حتى لا يفتن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيته. لاحظت؟
فمثلا الآن يدخل الجهوبة مثلا، هي طائفة نعم. دينية نصرانية، حتى هؤلاء لهم فهم ديني معين، نعم. عقيدتهم تأمرهم بأشياء معينة، سواء في الجانب العسكري، في جانب عندهم كتبهم يدخلون بها، تصادر الكتب، يسجن هؤلاء، يضربون، يعذبون، يعني في أشياء كثيرة جدا حقيقة من الانتهاكات الدينية التي تحصل في هذا المعسكر، بحيث كما ذكرت أن تصنف فعلا من انتهاكات التي هي تعد ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ولكن لو أنهم تقبلوا الواقع كما هو وتركوا الناس يصلون دون أن يكون هنالك والله يعني محاولة إلزام الناس إنه أنا ما ألزم أحد أن يصلي، لكن من يصلي لا أمنعه. ماذا يضيرك لو إنه والله المسلمين عملوا مسجد والنصارى عملوا كنيسة، نعم. وكل يصلي بالطريقة الذي هذه الإشكالية لا يتقبلها العقل العلماني، يعني في تصوره هو إنه والله طبيعة التشكل لما يراه، مفروض أنت دخلت الآن في مؤسسة حكومية ومؤسسة رسمية، أترك الحالة الدينية في الخارج وأدخل أنت بالصياغة التي تراها لك الدولة. هذا الإشكال. طيب، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ كيف يؤدون الصلاة؟ وهل هم معذورون شرعا؟ على كل هي إذا كان هنالك إكراه حقيقي للشخص، ونحن هنا طبعا لا نشجع عموما الشباب في إنه والله يا أخي يتخلفوا من الحالة اللي لها علاقة بمؤسسات الدولة وبنائها، في جيشها، في شرطتها، في مؤسسات لا ننصح المسلمين عموما بأنه والله يبتعدوا وينزووا، هذه طبعا ستشكل أيضا مشكلة أخرى. ولكن نقول أيضا عليهم أن يقاوموا هذا السلوك أول حاجة. نعم، وأن يطالبوا يعني بالصلاة، ما يستسلموا. يعني أنا أعرف مثلا بعض الجنود وضع بندقيته أمامه وبدأ يصلي وهدد وقال والله إذا كان هنالك رجل يتقدم علي وأنا أصلي أضحي بكم جميعا. القائد منع الناس من أن يقتربوا منه. فقضية إنه والله الاستسلام لأنه والله منعونا أو حرمونا من الصلاة دون أن يكون هنالك جهد حقيقي. تصور لو أن معسكر ساوى كل الطلاب المسلمين الذين دخلوا المعسكر لو قالوا نحن نريد نصلي. أنا أعرف مثلا في المراحل الأولى في ساوى 94 طلاب أسمرة كان وضعهم مختلف، أصروا وتمسكوا بصلاتهم فتحوا مسجد وصاروا يصلوا جماعة ويصلوا الجمعة. الذين جاءوا من بعدهم لم يتمسكوا بنفس التمسك. لاحظت؟ فالحقوق تنتزع. يعني نحن لا ننتظر أنه والله النظام العلماني الطابع الطائفي الموجود الآن أن يمنحنا حريتنا في الصلاة، يمنحنا حريتنا في الصلاة. لا، أن تتمسك بما تستطيع. افترض أنه والله خلاص تعرضت أنه ما في سبيل أصلا لأنه يعني يمنح هذا الموضوع ومنعوا الناس، خلي امتنع من الصلاة الجماعية لكن أحرص أن تصلي صلاتك. إيه؟ طيب، قد يتعرض الشاب للضرب، للسجن، ولتنفيذ العقوبات العسكرية عليه بسبب صلاته، ماذا تنصحه؟ هنا ننصحه بالتخفي حتى لا يؤدي ذلك إلى الضرر به. ألا تنصحه بالصبر؟ على كل إن الناس ليسوا سواء. لا، لكن يعني مجرد النصيحة ننصحه بالصبر إن استطاع. لا، هو أنا معك إن استطاع أن يصبر، يعني إن استطاع أن يصبر فليفعل، لكن أنا أقول الناس كلهم ليسوا سواء. صحيح. وهنا نحن نقول من استطاع أن يصبر، بل حتى يمكن أن يكون نموذجا في الصبر ونموذجا في الصمود، بالضبط. حتى يفتح الطريق لإخوانه الآخرين. نعم. وأن والله زيد من الناس يعذب بصلاته، هذه طبعا في نفسها رسالة كبيرة جدا ما فيها كلام. لكن نقول إذا كان والله شعر الشخص بأنه سيكون هنالك تعرض له في نفسه وفي دينه وفي بدنه، فإنه يمكن أن يخفي أمره. حتى أنا أقول أحيانا قد تتحول المسألة إلى نوع من الصلاة بتاعت الحركات. طيب دكتور حسن، دعنا الآن يعني نختم الحلقة بما هو الواجب على الشعب عموما تجاه هذا المعسكر؟ ما هو يعني هذا السكوت الآن وتقبل بهذه الحالة نتيجة مثلا ضغط النظام وإصراره على هذا الموضوع، ومن يرفض فتنزل عليه العقوبات الشديدة، سكوت الشعب على هذه القضية. وعلى كل السكوت بشكل عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تأخذوا على يد الظالم يعني سلط عليكم. فإذا كان الناس لم تأمر بالمعروف، لم تنهى عن المنكر، لم تقاوم، خصوصا الوجهاء والناس اللي لهم كلمة ومسموع كلمتهم ولهم تأثيرهم في المجتمع. هنا نحن لا نطالب عامة الناس يجب أن يشدوا من أزر هؤلاء. يعني لما يكون مثلا شيخ من المشايخ يتكلم يجب المجتمع يحمي هؤلاء، يقف وراءهم، يسندهم، لا يتخلى عنهم. لكن مشكلتنا نحن عندما يقوم شخص ليطالب بمطالب معينة، بعد أن ينتهي الاجتماع يؤخذوه على انفراد ويقيم من المشهد ولا أحد يتابع قضيته. فنحن نقول على الوجهاء والأعيان والعلماء أمر مقاومة هذا السلوك بما يؤدي إلى أن والله تعدل هذه الحالة، تعدل فيما يتعلق بالانتهاكات الدينية، بمنع الصلوات، بمنع الصيام، بإجبار الفتيات على أن يكونوا مختلطين مع الأولاد. هذا كله يجب أن يكون مرفوض، ويجب المجتمع أن يطالب بتصحيح
الحالة، وما تفرض على الناس رؤية أحادية يراها مثلا شخص بعينه أو تراها مجموعة داخل الدولة يلزم بها بقية الناس، وكأنه والله ليس هنالك أديان وليس هنالك أعراف وليس هنالك قيم. هذه المسألة السكوت عليها وتركها ستؤدي في نهاية المطاف إلى أن الأجيال القادمة ستعتبر الأمر عادي ولا أحد سيعترض. فأنا أقول هي واحدة من القضايا إن شاء الله التي تستحق فعلا أن يتم كشفها وتعريتها. أيضا أنا هنا أشيد حقيقة بالمنظمات الحقوقية اللي في الخارج استطاعت أن توصل هذه الانتهاكات إلى المنظمات الدولية، وفتحت فعلا الكثير من الملفات في هذا الاتجاه، وهنالك ضغوط الآن تمارسه، حتى الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوط هائلة جدا على النظام في موضوع تنظيم الخدمة الوطنية، بحيث والله تكون لمدة عامين ولا تكون بهذا الشكل المفتوح الذي يحولها من خدمة وطنية إلى سخرة، إلى عبودية، إلى احتقار للإنسان. هذه على كل أيضا من القضايا نحن على كل نشيد بها، وعلى المنظمات أيضا الحقوقية أن تذهب في هذا الاتجاه حتى يتم الضغط على النظام للاستجابة إلى تقنين هذه الحالة، وبدلا من أنه والله، لأن الضياع حقيقة الآن ضياع إنساني كامل. يعني أنت شاب دخل سنة 94 ويكون إلى يومك هذا مثلا موجود في المؤسسة العسكرية، هذه إشكالية كبيرة جدا. أيضا فيما يتعلق بالتعليم، كثير من التقارير أشارت إلى أن معسكر ساوى صار معسكر مدمر للعملية التعليمية. يعني تصور مثلا معسكر ساوى يدخل 18,000، هذه تقارير 2008 2012 مثلا، يدخل 14,000 13,000 شاب الذين ينجحون منهم 3,000 4,000. إيش الفلسفة بتاعت النجاح؟ لما هم الآن ينجحوا منهم 3,000، البقية كلهم ينشوا الخدمة العسكرية. 3,000 يقسموا إلى 4 أصناف. صنف يذهب إلى البكالوريوس، مع أن الجامعة طبعا فضت لكن حصلت كليات الآن تعطي شهادة بكالوريوس. المستوى الأول يذهب بكالوريوس، المستوى الثاني في النجاح يذهب إلى الدبلومات، المستوى الثالث يذهب إلى تدريس بلغة الأم، المستوى الرابع يذهب إلى المعسكر. يعني واصل في التجنيد. فأنت في نهاية المطاف تدمير كامل للعملية التعليمية. ونحن نعرف الآن عموما في العمليات التربوية كونه والله الشخص ما حصل على النسبة المعينة قد تتيح له فرصة أخرى يمتحن مرة أخرى وقد يحصل. فعلى كل هذه المسألة في تقديري معسكر ساوى صار معسكر للأسف الشديد مدمر للحالة الإنسانية، مدمر للكرامة، منتهك للحقوق الدينية للشعب الأريتري، منتهك كذلك للكرامة للجنسين تقريبا شباب وبنات، ثم أيضا صار هذا المعسكر نفسه طارد لشبابنا من البلد. طيب يعني الآن لو سألت كل الذين يخرجون من الشباب إلى خارج ويذهبون ويعملوا يعني تحريات في أوروبا، كل السبب الرئيسي لهم يقول لك والله معسكر ساوى، الخدمة الوطنية غير محددة الأجل. فهذه المسألة لا بد على كل من بيان مخاطرها وإشكالاتها أفرقت في نهاية المطاف، أفرقت البلد من كثير من الشباب. لما تكون والله الذين يهربون من إريتريا يوميا بما لا يقل عن 100 شخص مثلا، هذه إشكالية كبيرة جدا. رسالتكم باختصار، نحن انتهينا، ولكن نريد رسالة للضابط الإيريتري المسلم ونصيحتكم له. الضابط الذي يكون في النظام وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلم أن ثمة جنة ونار وحساب وعقاب عند الله عز وجل. ما هي رسالتكم لهذا الضابط؟ والله أنا رسالتي للجميع، رسالة الجميع. نحن نريد الضابط. نعم، رسالتي للضباط. للجميع بعدين، احنا تكلمنا عن رسالتي. أنا قصدي هنا الضباط بجنسيهم بكلهم، حتى النصارى. نعم. نقول لهم اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نعم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى أول لا بد لكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يراعي ذلك. وتقوى الله هو أن تنظر إلى أن والله هنالك جنة وهنالك نار وهنالك رب سيحاسبك على كل خطوة من خطواتك. بالضبط. لا تحاول أن تدمر ضميرك، تدمر الضمير وتقتله بحجة أن والله أنت لك المصلح في ذلك. طيب لماذا تدمر الآخرين؟ لماذا تعذبهم؟ لماذا تحرمهم من صلاتهم؟ ثم هؤلاء الضباط أنا في تقدير المسؤولية عليهم قبل غيرهم. تصور لو أن الضباط المسلمين داخل الجيش قالوا لماذا يحرم المسلم من الصلاة، هل كان يتجرأ الآخر إنه والله أنا على كل يعني حتى أيضا لا نحمل كل مشكلاتنا للطرف الآخر. هنالك تنازل من هم تبوؤوا مواقع متقدمة من أبناء المسلمين، ليس هنالك شعور بأنهم والله يلزمهم واجب. وهنا أنا حقيقة يحضرني مقام من المقامات، واحد من الأوروبيين جاء إلى الداخل يحكيها لي واحد من الذين خرجوا من النظام، يقول فسأل واحد من الشخصيات الكبيرة في القيادات المسلمة إنه قال لهم والله يا أخي إريتريا تفتقد إلى التمثيل المسلم، السلطة عندكم تفتقد إلى التمثيل. قال له كيف تقول هذا ونحن مسلمين؟ قال له هل تشاركهم في صلاتهم؟
انتهى الآن المسلمين، هل تذهب معهم؟ الله المستعان. قال لا. إذن قالوا لا تعبر عنهم. الله المستعان. انظر إلى الأوروبي، ينظر إلى التمثيل، إنه مش التمثيل إنه والله أنا اسمي محمد وإدريس وعلي، لا، التمثيل إنه والله المسلم يلقاك معه في الصلاة، يلقاك معه في الصيام، يلقاك معه في المواقف التي فعلا يحتاج فيها المسلم إلى التعبير عن قضاياه الحقيقية. هذا من يعبر عن المسلم. ولكن دكتور حسن لا نيأس، فنحن على كل أيضا لعل الله أن يهديهم، نعم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى دينهم فيصلوا ويصوموا ويزكوا، وكذلك يزوروا الحرمين الشريفين ويؤدوا العمرة ويمثلون فعلا كمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة اليوم، وما استطعنا حقيقة أن نناقش هذا الموضوع العظيم الذي هو فعلا ألم وأمل. معسكر ساوة، الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء. مشاهدينا الأكارم، مثل هذه الأمور ومن هذه المصائب الكبيرة لا ترفع إلا بالتوبة. ما سلط علينا حقيقة مثل هذه المعسكرات الفاسدة التي تفسد عقول شبابنا وتفسد أعراضنا إلا بما كسبت أيدينا. فالعودة إلى أنفسنا وإلى ديننا والعودة إلى ربنا هو الحل الأمثل. أشكركم شكرا جزيلا، وباسمكم جميعا أيضا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان الذي أفادنا وأجاد وأبان في هذه الحلقة الكريمة. كما أشكر إخواني في الكنترول على إتاحة هذه الفرصة وعلى القيام بواجب المتابعة والتدقيق. كما أشكركم مشاهدي الأكارم للمتابعة، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل